الزيبق بدأت لما صنقر الكلبي قتل حسن راس الغول غدر. حسن راس الغول هو أبو علي الزيبق. مر 20 سنة وكبر علي الزيبق وقرر إنه ياخد حق أبوه. تعالوا نشوف عمل إيه علي الزيبق بعد 20 سنة. ايام حسن راس الغول ما كانش اللي بيحصل ده بيحصل يا صنقر. يا مولاي انا بعمل كل اللي بجهدي، لكن اللي اسمه علي الزيبق ده مجنني والله يا مولاي. لو كن كل ده جهدك ما كانش اللي بيحصل ده بيحصل. يا مولاي اديني فرصة بس اسبوعين ويكون لسه عندك. 4 أسابيع 4 أسابيع، ولو ما جبتوش يا صنقر تأيد نفسك على حمارك بالمقلوب، وبعد ما تعزل طبعا نفسك من مقدمية الدرج. فاهم يا مولاي. يا ربي اعمل ايه؟ السلطان ده حمار قوي، علي الزيبق ما حدش عارف يجيبه، يعني انا اللي اعرف. يا ربي اعمل ايه؟ وبعد ما السلطان واجه صنقر الكلبي قرروا ان هم يجيبوا الاراجوز علشان يدور لهم على علي الزيبق. فقرر علي الزيبق انه يتنكر في شخصية الاراجوز عشان يقدر يدخل القصر الملكي ويعرف مكان الاموال اللي مخبيها صنقر الكلبي. وفعلا اتنكر علي الزيبق في شخصية الاراجوز وقدر ان هو يدخل القصر. بدأ يعمل بعض الحيل. اولها قال للملك ان علي الزيبق واخد وكالة جنب الحمام ومستخبي في الحمام، وعمل له قنديل ازاز طحنه 7 مرات، وقع الملك عليه جسمه نزف مظاليم. وبعد كده عمل حيلة تانية، قال للملك ان علي الزيبق متنكر في زي دلال في السوق. وفعلا الملك راح السوق عشان يدور على علي الزيبق، ومعاه بقجة من الهدوم اللي جابها له الاراجوز اللي كان سارقها اصلا من علي الزيبق. والناس اكتشفت هناك ان ده حرامي. ودي كانت الحيلة التانية. اما بقى الحيلة التالتة، قال له ان علي الزيبق موجود مع المخيلاتية في مولد سيدي القناوي في قنا. قرر الملك انه يروح يدور على علي الزيبق. نزلوا المولد وقلبوا المولد عليه وطيه، ما لقوش الاراجوز ولا علي الزيبق. انت اللي اسمك مساعد همام؟ اوامر مولاي. فين اللي اسمه الاراجوز؟ الاراجوز؟ ايوه الاراجوز. مش قلت لك اكيد بيشتغل مع علي الزيبق او ليه علاقه بيه؟ ادينا قلبنا المولد عليه وطيه ولا لقينا اي حد. ولولا ذكائك وان احنا خلعنا بدري مين كان عارف ممكن ندبس في مقلب تاني يا مولاي. تاني؟ هو احنا ناقصين مقلب تاني عشان تقول لي تاني؟ ما خدتش بالك يا مولاي واحنا في المولد؟ من ايه؟ مفيش واحد من المخيلاتية كان بيشتغل ملاغي للاراجوز في المولد. يعني قصدك ايه يا مولاي؟ يعني اللي عندنا ده مش الاراجوز. مش الاراجوز؟ ايوه اكيد واحد من اللي بيشتغلوا مع علي الزيبق او ليه علاقه بيه يا مولاي. طب انده لي على الاراجوز بسرعه وهاتهولي. يا عسكري الدرج، انت يا عسكري، يا عسكري. امري مولاي. ابعت لنا الاراجوز بسرعه. يا عم اوعى هو كله ضرب بدل ما ايدك توجعك من كتر الضرب. بقول لك يا همام. ايه يا مولاي؟ عايزك تقلع الاراجوز هدومه ونشوفه هو مين. يا حارس، الملك بيأمرك تقلع الاراجوز هدومه وتقلعه كمان الطرطور. الطرطور لا، الطرطور لا والنبي، الطرطور لا. حرام عليك. ما تخافش يا مولاي في ايدي. حرام عليك الطرطور لا. مين ده يا همام؟ ايه ده علي الزيبق يا مولاي. اهرب الحقوني. ومن هنا قبضوا على علي الزيبق وخدوه للسلطان. واكتشفنا ان السلطان
كان عارف حقيقة صنقر الكلبي، وكان عنده فكرة عن كل الموضوع، وفعلا عزل صنقر الكلبي من منصبه وعين علي الزيبق مقدم الدرك. يا علي انا عرفت كل حاجة حصلت خلاص. المهم دلوقتي ان انا عزلت صنقر الكلبي عن مقدمية الدرك وحبسته في السجن، ووزعت الاموال اللي سرقها على الناس تاني. يا مولاي، مش المهم انك تعزل صنقر الكلبي او انك تحبسه، المهم ان احنا ننتصر على الظلم والظلمة يا مولاي. وعشان كده يا علي انا عينتك في مقدمية الدرك. شكرا يا مولاي، بس المهم ننصر الحق في البلد كلها. طول ما اللي زيك موجودين يا علي في البلد الحق هيفضل موجود. شكرا يا مولاي، شكرا. وشفنا مع بعض البطل علي الزيبق ازاي حارب وقاوم كل الناس الظلمة علشان يوصل للحق وينصر الحق على الظلم والظلمة. عايز اسأل اطفالي بقى الحلوين، ايه رأيهم في علي الزيبق؟ حلو؟ عجبك؟ عشان قدر يوصل للحق؟ وايه رأيكم في الحيل اللي عملها علي الزيبق؟ يعني الخير انتصر على الشر. ومن هنا بقى ان علي الزيبق بطل وشجاع علشان قاوم وحارب كل الناس الظلمة. تعالوا بقى نشوف الأراجوز عايز يسألنا ايه. انت يا عم تقعد تتكلم مع اصحابي كل شويه وتقول لهم على كلام. انت بتقول لي بطل ومش بطل، هو بطل ليه يا عم انت؟ وبعدين دول مش صحابك انت بس، دول صحابي انا كمان. طب ما اصحابي انا كمان، انت عمال تسالهم هم. طب انت حابب تسألهم حاجة؟ انت قول لي ايه رايك في علي الزيبق وانا ارد عليك. اشمعنى هو؟ علي الزيبق بطل وشجاع. بطل وشجاع ليه بقى؟ علشان قدر يوصل للي هو عايزه. انت مصدق الكلام ده انت يا عم اللي واقف بره انت؟ ايوه مصدقه؟ يعني هو بطل؟ يعني انا ما كنتش بطل انا كمان؟ ما انا كنت في يوم من الايام بطل. بطل منين بقى؟ ايوه مش انا الاراجوز؟ ماشي انت الاراجوز. ولولايا ما كانش علي الزيبق قدر يخش القصر. باي باي. والله عندك حق يا اراجوز، فعلا لولاك ما كانش علي الزيبق قدر يعمل زي ما انت بتعمل. ومن هنا بنختم حلقتنا، ويا رب نكون استفدنا من شخصية علي الزيبق ومسرحية علي الزيبق. شكرا.